أنا طموحي ما لهاش سقف صراحة، يعني نفسي أكون في مجالي ده أحسن حاجة، وتقريبًا أنا حققت حاجة في ال3 أو 4 أشياء أنا كنت فيها في حياتي، يعني كمحامي اشتغلت في المحاماة وقطعت شوط، اشتغلت في الموسيقى وقطعت شوط كبير فيها، واشتغلت في فن المديح النبوي والأناشيد الدينية وقطعت شوط فيها. أنا شغال في مجال الأسماك بقى لي زمن بعيد. وبعد ما خلصت دراستي الأساسية إن أنا هاكون حاصل على ليسانس حقوق دفعة 2020، قُمت بدراسة تانية استمريت فيها، اللي هو أنا يعني قدّمت في معهد موسيقى عربية، وبعد كده حاولت لبيت العود العربي، حبيت أجمع ما بين فن الطهي وفن الموسيقى، ولذلك أنا من حُبّي الطهي عامةً ما انفردش إن أنا بتاع أكل وبس، باعمل أكل وبس، طبّاخ وبس. والله هو أنا أفكاري كلّها مستلهمة من ال3 حاجات دول، فقانونًا في المعاملات التجارية بيني وبين الزباين، وفن سماع الموسيقى والقوالب الغنائية، طبخ برضه كطاهي وطبّاخ، باطبخ وأطهو. على طول باشغّل مزيكا، حتى في فن زي ما أنتِ شايفة فن إن أنا جاردن الخضار بتاعي برضه باحب الرسم وكده، فأنا باستلهم أفكاري في الطهي من الفن عامةً. أنا باحب الrelative يعني الsimplicity الحاجة البسيطة، اللي هو مثلًا زي كفن موشحات قديمة غنائية وقوالب غنائية ماشي، أما موسيقى فقط بس، لكن أنا مش من النوع اللي هو باسمع الأغاني الجديدة أو كذوق عام الابتذال والمهرجانات والكلام ده. أنا مع ضد فكرة المهرجانات حتى لو عملوا مهرجان ديني. بتتكلم أكنك جاي من زمن فات. عشان بس والدي كان يعني عنده نزعة الأفكار القديمة وربّانا على القيم القديمة والمبادئ اللي هي استحالة دلوقتي تلاقيها نادرة، تمام؟ فأنا حافظت على نفسي، بالرغم إن أنا وقفت في الشارع واشتغلت في سواق واشتغلت في محاكم ورُحت حضرت حفلات في مسارح، لكن أنا محافظ على الهوية اللي والدي ربّاني عليها، ودي حقيقة.